السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مادة الإنجليزي للصف السادس الابتدائي يونت 2 lesson 5 كتاب النشاط. عند الدرس الخامس عن شنو نتكلم. تمرين A. What are these things or materials؟ يعني شنو هاي الأشياء أو المواد. Write the names. اكتب أسماءها. عندنا الصورة الصورة الأولى عندنا بيبر ورق. الصورة الثانية عندنا أكواب، بس الصورة شوية ما مبينة أكواب. كوبز بيبر أوراق أو ورق. الصورة الثانية كوبز أكواب. الصورة الثالثة الليذر اللي هي الجلد. نمبر 4 وول صوف. نمبر 5 كيز المفاتيح. كيز المفاتيح. وعشان عندنا كوتون نبات القطن. عندنا بوتل اوف اويل. عندنا بطل من الزيت. زين خلينا نجي نشوف. عندنا هاي الصورة وعندنا هاي الصورة. plant النبات comes from a seed. النبات جاء من البذور، يعني هذا شي طبيعي بدون تدخل الإنسان. أي شي يجي بصورة طبيعية نقول comes from جاء من. زين about اللي هو الإناء is made from clay صنع من الطين، يعني الشيء اللي يجي بالطبيعة نقول comes from. الشيء اللي صنع الإنسان is made from صنع من. زين عندنا هسه تمرين B. use comes from or is made are made. from يعني استخدم جاء من أو صنع من. and match أشر يعني استخدم جاء من وصنع من. زين خلينا نجي للذني المواد، خلينا نشوف جاءت من أو صنعت من. عندنا القطن شيء من الطبيعة لو الإنسان صنعه. القطن من الطبيعة. زين نمبر 2 كيز المفاتيح. مفاتيح الإنسان صنعها. بيبر الورق الإنسان صنعه. كوبس and بليت الأكواب والصحون الإنسان صنعها. وول الصوف، هذا الصوف جاء من الطبيعة. خلينا نجي نشوف. cotton comes from a plant جاء من النبات، هذا شيء بالطبيعة اجا واحدة من النبات. كيز المفاتيح هي جمع، بأس الجمع ايش نعطيها are made صنعت من. المفاتيح من صنعت من المعدن. are made from metal صنعت من المعدن. زين بيبر الورق صنع، لو جاء الورق صنع هنا عندنا مفرش نقول is made. من صنع الورق صنع من الخشب is made from wood. بعد شنو عندنا كوبس and plate الأكواب والأطباق بهن الجمع ايش نعطيهن are made صنعت من صنعت الأكواب والأطباق صنعت من الفخار أو من الطين. بعد شنو عندنا آخر شي عندنا وول الصوف يجي من الطبيعة. شو نقول comes from جاء من إجا الصوف إجا من ماعز الكشمير. زين عندنا تمرين C. write 4 sentence اكتب 4 جمل using this word باستخدام هذه الكلمات أو الجمل. نمبر 1 عندنا wool وشيب الصوف والماعز. الصوف نريد نقول بالعربي الصوف جاء من الماعز. شو نقول wool comes from sheep الصوف جاء من الماعز. نمبر 2 عندنا oil اللي هو الزيت أو النفط، وعندنا ground الأرض. شو نقول الزيت جاء من الأرض أو النفط جاء من الأرض. oil comes from ground الزيت جاء من الأرض أو النفط. نمبر 3 shoes وليذر الحذاء والجلد. نقول الحذاء صنعت من الجلد are made of صنعت من. shoes are made of leather صنعت من الجلد.
نمبر 4 عندنا التيشيرت والقطن. شو نقول؟ القميص صنع من القطن. T-shirts are made of صنعت من القطن. T-shirts are made of cotton صنعت من القطن. زين عندنا نمبر دي تمرين دي. read the sentence اقرأ الجمل. write the sentence from activity C again، يعني عيد صياغة هذه الجمل بس على هيئة تمرين C. خلينا نجي نقرأ هاي الجمل نشوف شنو يقصد بها. Most milk comes from cows. معظم الحليب يأتي من الأبقار and goat والماعز. But some milk comes from sheep. بعض الحليب يأتي من الخرفان. طلاب أريد عندكم ملاحظة صغيرة، أريد تنتبهوا لي على but وشنو إجا قبلها. but إجا قبلها فارزة، انتبهوا لي عليها. بالموضوع الجاي إن شاء الله أشرح لكم عنها. هسه شنو عندنا بعد؟ B most paper معظم الورق is made from wood. معظم الورق صنع من الخشب. But some is made from plant. صنع من النبات like bamboo. مثل البامبو. هاي صورته هنا موضحيها البامبو. عندنا C keys are always دائما made from metal. دائما تصنع من المعدن. But there are many different metals معادن مختلفة، يعني عندنا النحاس، عندنا الحديد، عندنا الذهب، عندنا الفضة، هواي أنواع من المعدن. عندنا دي cups and plates. الأكواب والأطباق are usually made from clay اللي هو الفخار أو الطين. But some are made from metal. بعضها مصنوع من المعدن. شنو طالب من عندنا؟ طالب عندنا هذا التمرين نعيده بهيئة تمرين C، يعني نرتب جمل نفس هاي الصياغة. عندنا number 1 most wool comes from sheep. معظم الصوف يأتي من الخرفان. But some wool comes from goat. يأتي من الماعز. number 2 most oil comes from ground. معظم الزيت أو النفط، يعني يجي مع أكثر من معنى، زيت أو نفط. most oil comes from ground. معظم الزيت يأتي من الأرض. but some comes from a plant. بعضها يجي من النبات. تقولوا شلون يجي زيت من النبات؟ مثل زيت الزيتون، مثل زيت عباد الشمس، وهواي أنواع من الزيوت، مثل زيت السمسم، بعد هواي أنواع عندنا. number 3 shoes are often made from leather. غالبا تصنع من الجلد. الأحذية تصنع من الجلد. but some are made from denim اللي هو القماش الثقيل أو الكابوي. number 4 t-shirt are usually made from cotton. t-shirt القميص يصنع من القطن. but some are made from wool. تصنع من الصوف. أنواع أخرى تصنع من الصوف.